نصيحة لأي حد بيبني عمارة، لو هتوقف شغل فترة ما تسيبش أشاير الأعمدة مكشوفة، لأن هي مع الوقت هيحصل فيها أكسدة وبعد كده صدى. الموقع اللي احنا فيه دلوقتي العميل كان موقف 2 شغل. بص كده على أشاير الأعمدة عملت ازاي. أشاير الأعمدة فيها أكسدة أو بدايات صدى. احنا جايين هنا نعمل حدادة أعمدة الدور الأخير وسقف الدور الأخير. طبعا مستحيل إن احنا نشتغل على الأشاير وهي بالشكل ده. طيب بنعمل ايه؟ بننضف طبعا الأشاير وهنرجعها جديدة كأنها لسه جاية من المصنع قبل ما نبدأ شغل في حدادة الأعمدة. بص كده، دي أول مرحلة من مراحل العلاج، إن احنا بنصنفر الحديد بالفرشة السلك. وريني الفرشة كده يا ماركو. دي الفرشة اللي بنستخدمها في صنفرة الحديد. شغالة ماركو. أول ما الراجل كده بيصنفر الحديد بالفرشة بتبدأ الأكسدة أو الطبقة اللي على الحديد اللي هي بتاعت بداية الصدى اللي على الحديد تقع. بصوا كده على الأرض هتلاقوا الحاجات اللي هي السوداء أو البني دي اللي كانت على الحديد ونزلت. بصوا هنا الحديد نضف نسبيا عن أول عمود وريتهولكوا، ولسه بعد كده ندهن الحديد بمواد مزيلة للصدى ومواد منع للصدى. وبعد ما بنخلص صنفرة الحديد بالفرشة السلك بندهن الحديد بالمادة المزيلة للصدى. بص كده شوف ايه اللي بيحصل أول ما ندهن المادة المزيلة للصدى على أشاير العمود. تلاقي الصدى بينزل على الأرض زي ما انت شايف كده. كل الصدى اللي على العمود بينزل على الأرض. هتلاقي ان الشرشرة بتاعة العمود ظهرت اهي. كل الشرشرة دي ما كانتش ظاهرة بقى. بص العمود ده اتدهن اهو. بص الصدى فين. الصدى كله نزل على الأرض اهو. بص بقى شكل السيخ بعد ما اتدهن. الشرشرة بتاعة العمود رجعت تاني